بركان لعبت اليوم بالخريطة الرسمية والتريكو شباب، الناس لعبوا ربحوا ألف مبروك عليهم، لعبوا نورمال ماتش نورمال، لعبوا مع المغاربه ويدخلوا بهذيك يفوكي لي لا ميم رياكسيون فوكي لي رياكسيون يتم عزل الطرف تسمى هذاك بوليتيكمون راك مع الصحراء الغربيه بصح من بعد كي طيح معاهم تلعب بهذا الشيء. لازم هاد البلدان هادو بلدان الجزائر دير بريسيون مع هاد البلدان هادو ويديروا من بعد هما لا بريسيون كان مش عارف شحال كاين من بلاد باش هاد الشيء يحبس، ولا ما نلعبوش كاع ما يلعبوش هادوك لي بي لي سون بور لا ليبرتي تاع لي بي هادوما. يجب الان القيام برده فعل، دير مايو انت ثاني فيه الصحراء الغربيه وفيه شمال افريقيا وتولي هذيك تاع كانه المعامله بالمثل. يعني الان كيفاش راح يتم التعامل في كل مره؟ هل الانسحاب هذا ما راحش يخدم الجزائر؟ لازم يكون فيه رد فعل على ما يقوم به الطرف. بارك الله. لازم نحبسوا هذا المزال رضوان. دوكا منا وجاي رايحين نلعبوا افيك دي زيكيب ماروكان سوا ليكيب ناسيونال سوا دي كلوب. صافي كوجوردي هذا لو ماروك اللي ديفوني اسرائيل بيس بور لي الجيريان. كلوب ماروكي يطيح مع كلوب الجيريان يا سي بون ندير له هذاك باش الامور اصبحت غير مقبوله. المشكل هذا اللي باسكو مشكل راهو دوكا في الصحراء الغربيه. نعم. يا دي بي كي اون سوتوني الصحراء الغربيه. نعم، معترفين بها كدوله. معترفين في هذوك البلدان كي غدوه لي زاتليت تاعهم يلعبوا مع المغاربه ويدخلوا بهذيك يفوكي لي لا ميم رياكسيون فوكي لي رياكسيون. يتم عزل الطرف تسمى بوليتيكمون راك مع الصحراء الغربيه بصح من بعد كي طيح معاهم تلعب بهذا الشيء. كومبرون با انا هنا لازم هاد البلدان هادو بلدان الجزائر دير بريسيون مع هاد البلدان هادو ويديروا من بعد هما لا بريسيون كان مش عارف شحال كاين من بلاد باش هاد الشيء يحبس باسكو يفوك صارت من القدام. ما نقعدوش هكذا لي زاتليت يبريباري وكذا ومن بعد طيح معاهم يقول لك ما نلعبش ولا ما نلعبوش كاع ما يلعبوش هذوك لي بي لي سون بور لا ليبرتي تاع لي بي هذوما. فهمتني؟ يفوك لو بروبليم يتريقلا منا ولا منا يتريقلا ينفع بور تو ديزاليونس او لوبي من اجل الوقوف ضد ما يحدث، لانه الان اصبح المقر تاع الكاف في مصر بالكلام فقط، ولكن القرارات تتخذ في بلد اخر. القضيه هذه اظهرت كل شيء. يجب الان القيام برده فعل، دير مايو انت ثاني فيه الصحراء الغربيه وفيه شمال افريقيا وتولي هذيك تاع كانه المعامله بالمثل. يعني الان كيفاش راح يتم التعامل في كل مره؟ هل الانسحاب هذا ما راحش يخدم الجزائر؟ لازم يكون فيه رد فعل على ما يقوم به الطرف. بارك الله. لازم نحبسوا هذا المزال رضوان. يفوك كون اريت cette hémorragie, cette mascarade. دوكا منا وجاي رايحين نلعبوا افيك دي زيكيب ماروكان سوا ليكيب ناسيونال سوا دي كلوب. صافي كوجوردي هذا لو ماروك اللي ديفوني اسرائيل بيس بور لي الجيريان. On va la boycotter. Maintenant, donc, ils ont trouvé la parade. Donc, يقول لك اليوم كلوب ماروكي يطيح مع كلوب الجيريان يا سي بون ندير له هذاك باش. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le TAS doit trancher définitivement sur cette histoire باش ما يقعدوش يوتيليزيوها. وفي حال احنا توجور وفي حال انه الطاس تحكم ضد الجزائر وتحكم لصالح الطرف المغربي تقول لك لا هذه خريطه عاديه، كيف سيتم التعامل؟ احنا واش حبيت نقول لك ولا قلت لك لازم الفو كون لي زاتاك سور لو تيران بوليتيك رضوان. خلاص انا جو بونس كو لو كادر سبورتيف اللي ديباسي باسكو انا اليوم وين راني اليوم ايطوني خو رضوان. هذا لو مايو تاع الموديو تاع رينيسونس دو بركان il a été approuvé au niveau de la CAF. باش اليوم كيفاش رئيس موتسيبي شوف رئيس موتسيبي سود افريكان اللي عاش لابارتيد وعندهم هذيك لا كونفيكسيون تاع سي دي سيتويان تعاطف مع الصحراء الغربيه. الصحه كيفاه اليوم يقبل هذا المهازل ويغمض عينيه؟ لا لانه مقيود، واحد يكون مقيود ما يعطيك الصحه. اليوم هذا il a perdu un allié de taille en l'occurrence l'Algérie. L'Algérie ne lui fera plus confiance à l'avenir. مادام دوك لا كاف خرجت دون لو كادر سبورتيف. اليوم احنا ماذا بينا اليوم on va aller sur le terrain politique parce que ils ont politisé cette affaire. C'est la CAF. C'est la CAF. هي اللي responsable du football africain. C'est à elle de rectifier هاد les choses ولا فهمني. البلاد هذوك المغاربه يديروها داروها ومهويه كما تقول انت مهويه ولا وهميه ولا اسمها هاديه. مي لا كاف لا رياكسيون تكون تمتم. مي لا كاف كومبليس. لا كاف كومبليس كيفاش. دونك سي بور سا كيفو لو بروبليم صرا بوليتيزي هو ليو باش تحبس السينما هذه تحبس اون فوا بور توت بور كو لي زاتليت
دي دو بي ما يزيدوش يصرى لهم هذا المشكل، يلعبوا واللي يربح ما بصحته. نو لي زاتليت مع خاوه عند ربي سبحانه ويكونترا، شفناهم يديروا سبور ويتلاقاو، تلاقينا من قبل، جامي عندنا مشكل، جامي لي زاتليت الجيريان ماروكان سايتي توجور دي فرير. دونك يفو ريغلي سو بروبليم، يفو بورتو باش لي زاتليت ما يقعدوش يعانيوا. هذا الفريق واحد ما يعرفوا نهضه بركان، ماهوش معروف. الان كي دار هذا لو جيست هذا خلى الامور طردقت، يعني باش تبان الامور من الان فصاعدا. علاش من قبيله قلت لك الطاس لو عندهم ضمير يحكموا بالحق، باسكو ايماجين كو يطيح ان كوب دي مون في لا كوب دي مون طاحت الجيري ماروك ما يدخلوش بهذاك المايو، باسكو لا فيفا انتردي صح، بوركوا لا كاف نانتردي با صح. هذا هو المشكل. المشكل سي با سي دو انستون صح، بصح لا فيفا هي لا تشابوتي الفوتبول مونديال، وعلاه ما تبعش؟ سي لوجيك، فهمني لازم تتبع. دونك انا رايي مش عارف، انا خاطيني السياسه هكا، جوست نقول كالكو تريك. تو لي بي كي اون ايدي ولا ريكوني البوليزاريو مش عارف شحال كاين، ولا هادو كاع لازم يكونوا في طريق واحده باش كو هاد لو مايو ما يزيدش يتنقبل. الفريق البركاني يشعل الجدل في إفريقيا والإعلام الجزائري بعد لعبه بقميص خريطة المغرب أمام نادي الملعب المالي. فريق نهضة بركان يعود للمرة الثالثة هذا الموسم ضمن مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية ويلعب بقميص خريطة المغرب. هذا الأمر بالنسبة للإعلام الجزائري لم يكن مجرد مباراة لكرة القدم، بل حمل رسالة واضحة، حيث لعب الفريق البركاني مرتديا قميصا يحمل خريطة المملكة المغربية كاملة ضد نادي الملعب المالي. النادي البركاني يؤكد مرة أخرى في كأس الكاف هذا الموسم وعلى أرض الملعب أن الرياضة ليست فقط لعبة، بل وسيلة للتعبير عن الهوية الوطنية. كما بعث الفريق البركاني رسالة قوية بأن الفرق المغربية حاضرة في القارة الإفريقية رياضيا وسياسيا، وعلى الأندية الجزائرية التحضير لهذا الأمر في حال مواجهتهم للفريق البركاني بالأدوار القادمة من كأس الكاف. اكتبوا لنا رأيكم وآرائكم من خلال التعليقات.